two bedrooms. Where can he stay with us, كمال؟ احنا ممكن نحط له سرير في اوضه المكتب يا كريستين، او نوضب له الليفينج في كنبه مريحه. اوضه المكتب والليفينج مش مكان لنوم. طب ارجوك يا كريستين وطي صوتك شويه، دول هم كلهم يومين 3 بالكتير، وانا هقنع نوال اختي انه يقعد معاهم في القصر، لكن ما يصحش يا راجل يجي لنا البيت هنا واحنا نقول له يمشي. Impossible. Impossible. مين؟ أنا حمادة يا سليمان بيه. حمادة؟ ده إيه الهنا والسعادة دي؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، إيه الهنا والسعادة اللي أنا فيها دي؟ إيه جايب لي معاك إيه من شرم الشيخ؟ جايب لي هدايا كتير أكيد. اتفضل 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 يا حمادة، أهلا وسهلا. طبعا يا سيدي راجع من شرم الشيخ وشك منور ومورد، واسبوع عسل مع المدام وانا قاعد هنا لوحدي زي قرد قطع اكلم نفسي. قول لي المدام ازيها؟ ربنا يحرقها بجاز. يحرق مين؟ انت جننت ولا ايه يا حماده؟ أنا طلقتها خلاص يا سليمان بيه، سبتها. طلقت ايناس؟ هو انت اتجوزتها في ايه وطلقتها في ايه وطلقتها ليه؟ اللي حصل. الله، اوعى اكون عرفت عنها حاجه كده ولا كده. أنا هحكي لك كل حاجة يا سليمان بيه، بس أنا مش قادر أتكلم دلوقتي. أنا كنت جاي طلب منك طلب كده لو ما كانش يضايقك يعني. أؤمر حماده أؤمر. تقول يعني لو أقدر أقعد معاك كام يوم كده بس لغاية ما أدبر أموري. ها؟ أنت قلت لي إنك عايش لوحدك وزهقان، فأنا قلت نسلي بعض يعني. مش عارف يا حماده بصراحه أقول لك إيه. لحظة واحدة بس أرد على التليفون. ألو؟ نعم. سليمان بيه، أرجوك ما تقولش لحمادة إن أنا اللي بتكلم دلوقتي. أنا عارفة إن هو عندك. أيوة يا عبد الحفيظ بيه. أؤمر يا عبد الحفيظ بيه. سليمان بيه، حمادة أمانة في رقبتك، حطه في عينيك الاتنين. أنا عارفة ابني حساس والكلمة تكسر نفسه. مش عايزاكوا تشيلوا هم حاجة أبدا. الأكل أنا هبعته كل يوم، وسيد هيجي ياخد هدومكوا تتغسل وتتكوي وترجع على طول. سليمان بيه، الفواتير كمان، الكهرباء والغاز وكل حاجة عندي أنا. ما تشيلش هم حاجة أبدا. لا يا عبد الحفيظ بيه أنا تحت أمرك. أؤمر أنت بس. لا اعتبر الموضوع منتهي خلاص. يا سلام. إن شاء الله اطمن. مع السلامة يا عبد الحفيظ بيه، مع السلامة. إيه يا حماد أنت واقف كده ليه زي اللي واقف في محطة مصر مستني القطر؟ ما تخش تقلع هدومك وتلبس لك بيجامة ولا جلابية كده وترحرح عشان نقعد نتكلم مع بعض يا أخي. يا جدع يا جدع، ده أنا حاسس إن أنا كنت قاعد مقطوع وأنت جيت تنجدني تسليني. اتفضل اتفضل يا حماد، تعالى اوريك اوضتك. اتفضل اهلا وسهلا. يا سلام، ده انت جيت نورتني يا راجل. معقوله؟ الله، تقف عندك ليه يا حماد؟ تعالى تعالى، احنا ما عندناش حريم هنا ولا دياولي. تعالى اتفضل. تعالى تعالى يا حماد اتفضل. تعالى، الدولاب اهو قدامك، رص هدومك بقى على راحتك، واللحافه والبطاطين موجودين فوق. انت اتعشيت ولا لسه؟ والله مضايق نفسي يا سليمان بيه. احسن نوم على بطن فاضيه صحي اكتر. انت تعرف انا بتعشى ايه؟ برتقال اخد منها فصل، اجيب لك فصين تغير بتاع بقك. لا يا سليمان بيه، عايز انام بس. طيب خلاص نوم العوافي، نام على راحتك بقى واصحى على راحتك، والصباح رباح نقعد مع بعضينا بقى تحكي لي الحكايه كلها. تصبح على خير. وانت من اهله. في نفسك كده يا ابو. الاستاذ ابراهيم ده كويس وابن حلال، بس هو تلاقيه مخنوق شويه. لا 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 يا سلوى، ده مش ابن ابراهيم، ده واحد تاني، ده اتجنن، ده اتبدل وبقى واحد تاني. الانسان الكويس عمره ما بيتغير، هو تلاقيه بس بيطلع غلبه في اللي حواليه، انما من جوه امير وطيب. ده لا بيفتح كتاب ولا بيروح الكليه، خلاص ضيع مستقبله. كل يوم سهران لوش الصبح على القهوه مع شويه العيال الصيعه اللي تحت دول، وكل يوم والتاني خناقه، لغايه ما مره واحد فيهم هيبطحوا على نافوخ ويسيح دمه. خدت انا ايه بقى؟ كسبت انا ايه؟ انا هكلمه. اوعي لا يهب فيكي وجنونه تطلع عليكي. ابراهيم خلاص مش همه حد. بصي يا سلوى،
ابراهيم ابني مش راضي بعيشته، واللي ما يرضاش باللي ربنا قسمهوله بعيد عنك، بعيد عنك الشيطان يركبه. عارفه هما العيال اللي تحت اللي مبوظينه. خلصنا من السياسه والمظاهرات، وقعنا في القهوه والخناقات والبلطجه. الصوت ده هذا موتك يا هلا. مين يا ابني؟ اوعى يا عم، خش انت جوه انا طلعت يا عم ما تخليش يا واد. يا ابني مين يا ابني بس يا ابني بس عيب يا مجدي. الله خلاص يا ابراهيم، على النعمة اللي اعرفك مامك. انت فاكرني تلميذ يا ده انا صايع. امشي هات من هنا بدل ما اشوقك يا هلا. بس بس بقى بس. الله انتوا صغيرين الكلام ده، صلوا على النبي يا اخوانا. الله حماده، قوم بقى، الساعة بقت 9. انت ايه ده؟ انت نايم على الفرش بالجزمة؟ صباح الخير يا سليمان بيه. صباح النور. معلش انا ما حسيتش بنفسي. معلش يلا فرفش كده وقوم بقى وخد لك دش عشان نشوف هنفطر ايه. معلش بس التلاجة عندي ما فيهاش اي حاجة لاني سيحت التلج اللي فيها. احنا هنلبس ونروح نفطر بره. احسن برضه، نغير جو وفي الوقت نفسه بقى تحكي لي بالتفصيل ايه اللي حصل. مفيش شامبو يا سليمان بيه؟ شامبو؟ بيه الشامبو وانت شايف راسي شعري ما يستحملش الشامبو. ده بصابونه حتى. اهي عندك اهي. دي بروه. ايوه هتقضي والسلام، انا هلبس بقى عشان ننزل. ها؟ اهلا. صباح الخير يا استاذ سليمان. حماده بيه صحي؟ ايوه صح. ايه ست في؟ لا مفيش حاجه، بس الست نونه بعت معايا شويه حاجات ليك. حاجات ايه؟ يعني شويه لبس نضيف، على شويه حلل، على شويه اطباق، على شبشب حمام، حاجات كده يعني. وهي الهانم فين؟ مستنيه تحت في العربيه. اطلع اتاكد اذا كانوا موجودين ولا نزلوا. الحمد لله لقيتكم موجودين. هنزل اخلي البواب يشيل معايا الحاجه. لا اعمل معروف، انا مش عاوز البواب ده، انا مقاطعه ما بكلموش، ده واد طماع عاوز كل شويه في ايده فلوس، انا ما بتعاملش معاه. مش مشكله، اشيل انا الحاجات بنفسي. خلاص بقى يا حماده، مفيش داعي للنزول ادام الفطار جالنا لغايه عندنا، وبعدين هننزل نروح فين على الصبح؟ هيقعد 100 واحد معانا، لا هنعرف نتكلم ولا هنعرف ناكل. يا سلام على ماما نونا، دي اختراع ربنا يخليها لك. بقى يا راجل في حد يبقى عنده ماما نونا ويروح يتجوز؟ كانت جوازة منيلة ب60 نيلة، عملية نصب رسمي ولا في الأفلام يا سليمان بيه. أنا بعد ما طلقتها قعدت استرجعت الشريط في دماغي، لقيت إنها كانت خطة محبوكة جدا. الست دي دخلت عليا وفي دماغها حاجة واحدة، المحل. محل إيه؟ المحل بتاعي. ماله؟ خدته، استولت عليه النصابة الحقيرة. خدته منك ازاي يا مجنون؟ عملت لك ايه عشان تاخد المحل وانت سيبها كده؟ ما تبلغ عنها البوليس ياخدوها. ابلغ البوليس اقول له ايه بس؟ المحل باسمها بيع وشراء رسمي. بيع وشراء؟ دي حكايه ليها العجب والله. الحاجات يا حماده بيه حطها جوه على جنب يا سيدي. حاضر. حماده بيه، نونا هانم بتقول لو في هدوم وسخه ممكن ناخدها نغسلها وننضفها ونجيبها لحضرتك تاني. الشنطة على السرير جوه يا سيد. تعالى معايا يا سيد. هي دي الشنطه بتاعت حماده بيه؟ ايوه هي. وخد دي كمان معاك يا سيد. البوجه دي بتاعت حماده بيه؟ لا دي بتاعتي انا. هتتغسل وتتكبر مره وسلم لي على الست نونا كتير قوي. ماشي. بقول لك يا سيد، خد الجنيه ده عشان فلوس. انا لما بخدم حماده بيه ولا بشيل له حاجه ولا بديله حاجه عشان بحبه، مش عشان فلوس. يا اخي خد اشرب لك كوبايه شاي. وهو الشاي بجنيه النهارده؟ الشاي ب2 جنيه. ب2 جنيه؟ ليه هتشوف في عيلته ولا ايه؟ طب يا اخويا مع السلامه، سلمي على ست نونا كتير. مع السلامه.